صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره ليكم في القناه دي، قناه يوميات ايمي وسيمي وانا سيمي. النهارده كده هعمل معاكم روتين حلو جدا، بجد انا مبسوطه جدا وانا بمنتجه. لان هو بجد حلو قوي وهيعجبكم، فيه افكار جميله جدا. اول حاجه ابتديتها ان انا هعمل القهوه معاكم. جالي كومنتس كتير يعني بيقول لي يعني ان هم عايزين يشوفوا القهوه ازاي بتتعمل بتاعتي. بصوا بقى، انا حطيت معلقتين ونص من البن، معلقه ونص من السكر. طبعا السكر حسب الرغبه يعني. وحطيت كوباية من اللبن، وابتدي اقلبها كويس جدا وبعدين بحطها على النار. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب من الكلمه الحمراء اللي تحت الفيديو، وتفعلوا جرس التنبيه عشان كل اشعاراتنا توصل لكم. بصوا بقى، قلبتها كويس وحطيتها على النار، وبعدين اهي هصبها زي ما انتم شايفين كده، بتعمل وش حلو قوي. بيسموها القهوه الفرنسيه او قهوه باللبن، زي ما بتحبيها. حطوا بقى اللايك الجامده للفيديو، ويلا بينا نبتدي. بصوا بقى، بما ان اسكندرية النهاردة الجو ساقع جدا، يعني ساقعة فوق لا تتخيلوها يعني. ساقعة رهيبة قوي، طبعا اكيد كلكم عارفين يعني. فالشتاء وهوا جامد جدا ولسعة برد رهيبة. فانا قمت بقى اتنشط، لاني مش هفضل قاعدة كده، وهبتدي اشيل مواعين. المواعين دي كنت غسلاها واتصفت الحمد لله، هبتدي اشيلها. عشان في مواعين في الحوض بتاعت الفطار، لازم طبعا افضي الحوض قبل ما ابتدي الغدا. فهبتدي كده امسح الرخامه الاول بالمحلول اللي انا عاملاه. ده محلول عباره عن ميه ونقطه كده، يعني شويه كلور جل وشويه صابون سائل وشويه خل. ببتدي كده ارش على الرخامه وامسحها كويس، وحطيت بقى الفوطه الناشفه. وهبتدي طبعا اغسل المواعين. متسهيش معايا كده، وحطي بقى اللايك الجامده للفيديو. اقول لكم بقى، بما ان الجو ساقع وكده، فالنهارده طبعا الناس طبعا بتحب تعمل شوربه العدس في الجو الساقع ده وقتها. ممكن تعملوا بقى شوربه عدس، اي شوربه بقى. انا النهارده قلت هعمل شوربه خضار. لان طبعا عندي ابني صغير فمش هياكل شوربه عدس يعني، فانا قلت نعمل شوربه خضار ومنها تدفينا. وطبعا كلها فوايد، حطيت فيها خضار كتير. فهعملها معاكم كده واشارككم الطريقه بتاعتي في شوربه الخضار. بعد ما غسلت المواعين بقى، عندي الزيتون بتاعي، عايزه اقول لكم عمل زي ريمه بيضه كده. فهبتدي اصفيه من الميه بتاعته، وهحطه في برطمان كده تاني اصغر، وبعدين هحط عليه زيت. يعني دي احسن طريقه يتحفظ بيها الزيتون، واحطه بقى في التلاجة. لان احتمال ما اكلش منه يعني، اسيبه بقى لرمضان. الزيت بيحفظ الزيتون. هحط بقى كميه زيتون كده لغايه مثلا كله. هاخد مثلا ازازه الا ربع او نص ازازه من الزيت. كمان كنت غسلت اللحمه، وهسيبها بقى تتصفى عقبال ما اخلص الزيتون ده عشان نبتدي اعمل معاكم اللحمه. عايزه اوريكم بقى طريقه حلوه جدا تطلع شوربه رهيبه. اول حاجه عملتها، حطيت حله على النار وحطيت عليها يعني 3 معالق كده زيت ذره. لما الزيت يسخن بنزل بقى ايه مستكه وحبه هان. لو ما عندكش مستكه مش مشكله يعني، انما انا متوفر عندي مستكه وحبه هان فحطيتهم. نزلت باللحمه، اغطيها بس شويه كده وبعدين ابتدي اقلبها. لان هي اول ما بتتحط يعني بتطرطش جامد كده، فلازم تغطيها. ببتدي كده اقلبها بقى لغايه ما لونها يتغير تماما. محضره معايا بصلايه، وابتدي اقلب. وبعد ما احس كده ان اللحمه يعني هتتشوح مع البصل، ببتدي بقى انزل بالبهارات وبنزل بالميه. البهارات انا اللي حاطاه الاخضر شويه ده لوري مطحون، انا يعني حلو قوي عجبني. احلى من اللي هو الصحيح. عقبال بقى ما اللحمه كده تتشوح شويه مع البهارات والبصل، حاطه ميه على النار تغلي. عقبال ما تغلي هغسل الخضار. جبت كوسه وطماطم وفلفل قبل ما اغسلهم في التلاجة، الطماطم او الفلفل لان هستعمل الكوسه. بحب اغسلهم واشيلهم نضاف في التلاجة، عشان احب استعمل حاجه تبقى نظيفه، بالذات يعني عشان الكورونا وكده، فلازم بغسل الخضار كويس قوي. هغسله كده بقى ايه كويس واصفيه. وانا طبعا حاطه عيني على اللحمه، سايباها تتشوح، موطيه عليها شويه عشان ما تتحرقش. وحاطه الميه كمان تغلي. وهبتدي اخلص كده الكوسه والفلفل. لقيت الفلفلايه دي بايظه، بس فتحتها من جوه لقيتها سليمه، فهطلع بس منها البذر واشيل اي حاجه بايظه جواها. كده زي الفل والخضار جميل. هبتدي بقى ايه دلوقتي اضيف الميه. بتضيفي ميه سخنه مش ميه ساقعه، تمام. دي احسن طريقه تعملي بيها اللحمه وتطلع شوربه رهيبه. بصوا بقى، انتوا لو لاحظتوا لما تغلي مش هتطلع لا ريم ولا اي حاجه، لان طالما انت جايبه اللحمه من مصدر موثوق منه، استحاله تعمل ريم. وحطيت بقى فلفل اسود، وحطيت شويه قرفه ناعمين. وهسيبها بقى تستوي. ما حطيتش الملح، هسيب الملح في النهايه. بصوا بقى انا عملت ايه، جبت الكوسه قشرتها
وبعدين هبتدي بقى اقطعهم مكعبات صغيره. طبعا شوربه الخضار دي بتعملي تحطي فيها الخضار اللي يعجبك. انا بحط فيها كوسه وبطاطس وجزر وخرشوف. ممكن تحطي بزلة، ممكن تحطي فاصوليا، بس انا بحبها بثلاث انواع من الخضار دول. وهضيف طبعا الخرشوف عشان يديها قيمة غذائية. بتقطعي كده الخضار مكعبات، يعني لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي عشان ما تتهريش في الشوربة. وطبعا انا بدأت اول حاجة سلقت اللحمة عشان عقبال ما اقطع الخضار تكون الشوربة طلعت، واحط شوربة على شوربة الخضار وتديها طبعا قيمة غذائية جميلة جدا. انا بحب يعني اعمل شوربه الخضار بالشوربه بتاعت اللحمه مش بشوربه الفراخ، بتبقى يعني احلى. وشوربه الفراخ مبتبقاش حلوه يعني زي شوربه اللحمه. وده الخرشوف اللي كنت مفرزاه معاكم. قولوا لي ايه رايكم في حلقه التفريزات، لو عجبتكم اكتبوا لي يعني كومنت. والجزر اهو كنت برضو عامله لكم في التفريزات، انا زي ما قلت لكم كده اهو. طلعته وهاخد منه شويه. دلوقتي انا نزلت بالبصل، بصلايه متوسطه، وهنزل بقى بالكوسه والبطاطس. واحط شويه من الجزر، وابتدي بقى احطها على النار. وهزودها طبعا من الشوربه. عايزه تحطي اللحمه حطي، بس انا ايه هسيب اللحمه مع الشوربه تستوي شويه كمان. بصوا عايزه اقول لكم انا ناسيه اساسا القهوه وناسيه اشربها تماما. دايما كده يعني اسهى عنها وفي الاخر بشربها بارده. هضيف بقى الشوربه، وزي ما انتم شايفين بصوا الشوربه رايقه جدا، ما فيهاش اي يعني شوائب او اي حاجه. لان انا عارفه يعني الجزار اللي بتعامل معاه باجي اغسل اللحمه، بغسلها حاجه بسيطه كده بشطفها بس وبسيبها تتصفى. وبعملها بالطريقه دي بتاخدي احسن شوربه، نكهه مميزه. وعايزه اقول لكم بقيه الشوربه دي انا هاخدها بشيلها في كيسه وبشيلها في الفريزر. بتنفعني بقى اعمل ملوخيه مثلا، هعمل شوربه عدس ازودها شوربه، هعمل اي حاجه بتنفعني جدا. وابتدي بقى احط الملح على شوربه الخضار وملح وفلفل اسود. وهحط بقى على اللحمه الملح بتاعها، لان انا ما حطيتش ملح بالمره عشان ما انساش. عايزه اقول لكم بحب قوي احط لسان عصفور مع شوربه الخضار. ببتدي كده احمره في حته زبده، وبعدين بسقطه على شوربه الخضار واسيبه بقى يستوي شويه. بتدي طعم حلو قوي الصراحه. عقبال بقى ما الاكل ده يستوي، عايزه اوريكم العلب اللي انا اشتريتها. كنت اشتريتها وقلت لكم لما اجي احط فيها الخزين هوريها لكم. العلب دي كنت شارياها ب 18 جنيه العلبه، وفي محلات بتبيعها ب 20 جنيه. انا جبتها عشان احط فيها المكرونات. انت ممكن تحطي فيها دقيق، هي بتاخد 2 كيلو ونص. يعني ممكن تحطي فيها دقيق، تحطي فيها رز، تحطي فيها سكر اللي يعجبك. فانا هحط فيها المكرونه، هحط فيها المكرونه اللي هي القلم. وممكن احط في واحده الشعريه. ما بتاخدش مساحه في التخزين، وده اهم حاجه. بصوا بقى. اخدت كيستين، اللي هو الكيس ده 800 400 جرام، يا كيستين 800. عشان هي طبعا بتاخد مساحه. انما لو عندك مثلا مكرونه شعريه، انا عندي كيسه مكرونه شعريه اهي، حطاها في البرطمان ده. البرطمان ده انا محتاجاه في حاجه تانية، فهبتدي افضيه هنا في العلبه دي. بصوا يعني عايزه اقول لكم فضيتها والعلبه لسه فاضيه. بس علب حلوه قوي بجد، لو لقيتوها هاتوها. انا منتظره يعني المحل يعني هينزل علب بتاعت الاسباجيتي ان شاء الله، ناويه اجيبها. حلوه قوي وما تاخدش مساحه في التخزين، تمام كده. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. عقبال ما الاكل يستوي، عايزه اقول لكم عايزه اشيل بقى المواعين. آه المواعين دي بقى ايه، مواعين اللي هي اللي انا غسلتها اقعد معاكم، وبرطمان الزيتون، كل حاجه دي هشيلها كده. وبعدين عشان افضي الرخامه بقى عشان ايه، بعد الغدا هعمل معاكم حاجه حلوه قوي. كنت اشتريت شريط الليد، فقلت بقى ايه عايزه اركبه. فهعمل معاكم شويه توضيبات كده في المطبخ قبل التركيب، لاني عايزه اركبه يعني على نظافه كده زي ما بيقول. فهبتدي افضي كده الرخامه من المواعين، بحيث بعد الغدا يبقى شويه المواعين بتوع الغدا. وبعدين نتغدى. وزي ما انتم شايفين كده انا غرفت اهو اللحمه وعملت رز بالشعريه والخضار اللي هو شوربه الخضار ده. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا. تعالوا اتفضلوا معانا. هتغدى بقى وارجع لكم بايه بقى، بالحاجات اللي احنا هنعمل بيها شريط الليد. نيجي بقى للحاجه المهمه في الفيديو، وهو تركيب شريط الليد. طبعا انا وريته لكم في مشتريات تقريبا كنت جايباه ب 15 جنيه تقريبا، يعني والله مش فاكره، ان ابقى اشوف الفيديو بكام واكتبه لكم. تقريبا ب 15 جنيه يعني على ما اعتقد. بتجيبيه بالمتر حسب ما انتي طبعا ايه المساحة عندك قد ايه تحت الدولاب. انا لقيت عندي متر ونص، وحطيت ربع متر سلك.
ببتدي بقى افضي اللي هو الماسوره دي عليها شويه كوبايات كده وفناجيل وحاجات، هبتدي افضي الكلام ده كله عشان عايزه انضف الحيطه اللي هي موجوده دي ورا الحنفيه. هوضبها كده وامسحها وامسح الرخامه كويس قوي عشان اركب بقى الشريط على نظافه. وهشيل طبعا كل حاجه كده على الرخامه، بحيث ان الرخامه كمان هدعكها بالمره بقى تنظيف كده على السريع عشان شريط الليد لما يركب يبقى كله على نظافه. محضرة بقى معايا ايه سترس عشان هعمل بيه السيراميك. هو نظيف لكن برضو كده احتياطي طالما هو عندي. هنضف كده على السريع، ابخ كده كام بخة منه لان الماسورة كده حاسة ان هي عليها تراب، والتراب طبعا اكيد عليه دهون. فهبتدي ارش كده بسرعة، وابتدي كده بالليفة اللي هي الكربونيه دي، اعمل بيها واحط شويه صابون كده زي ما انتم شايفين. انا يا دوب هدعك وفي نفس الوقت هروح مسحه في ساعتها، انا مش هسيب حاجه لان هو نظيف يعني ما شاء الله، مش متوسخ قوي يعني. وهمسح كمان الماسوره والدولاب من تحت بالمره بقى نظافه، بحيث ان انا حتى لو جيت نضفت مش هعمل تاني الحته دي نهائي. عايزه اقول لكم انا اول مره اعملها يعني، هي مش متسخه قوي الصراحه. وهعمل الحنفيه، وطبعا عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها بقت تبرق الصراحه من سيترس. وانا جربت سترس هو عجبني، بس في حاجات طبعا هو بيبقاش حلو فيها، خصوصا البوتاجاز بيطفيه كده، بيطفي الاستانلس. بس هو عجبني في الرخام اللي على قصدي الحيطه، خلاها زي الفل الصراحه. هجيب بقى الفوطه كده، دي فوطه مايكرو فايبر، هبتدي انشف بيها بقى الماسوره والسيراميك اللي ورا الحيطه اللي ورا الحنفيه. ما باخدش مني وقت، ومسحت كده الدولاب من تحت كله بقى زي الفل، وهسيبه بقى ينشف. وهنتقل للجنب التاني من الرخامة، بحيث ايه تبقى ايه بالمرة بقى كله بقى نظافة كده على نظافة. خلاص كده بعد ما خلصت الجنب اللي هناك، هبتدي كده كمان الفرن الكهرباء اشيله. بس قبل ما اشيله عايزه اعمله بالسترس، انا عملتوش قبل كده بس هجرب. بصوا بقى اللي من تحت اسود ده مش دهون، ده اتضح ان هو صدى يعني. بصوا انا يعني عمري ما نضفته بميه من جوه ولا اي حاجه، بس مش عارفه ليه يعني هو عمل كده. هرش سترس واجيب بقى الفوطه وابتدي امسحه كويس قوي. آه، انا بستخدمه قليل قوي، ورغم كده طبعا هو مش حلو خالص، ما ينفعش اي حد يجيبه. لو جبته مثلا محتاجين فعلا في الفرن الكهربي. يعني انا سمعت كذا فيديو قالوا اللي هو لازم يبقى من جوه متغلف باسود، اللي هو يعني من جوه كده بتلاقيه اسود. ده بيبقى تركي، غير ده خالص. لو لقيتيه ستانلس كده ما تجيبوش، تجيبي اللي هو من جواه اسود. هو ده حلو قوي ونوعه تركي. وهبتدي كده اعمل الرخامه واعمل الجنب اللي هناك كمان واشطفهم.
خلاص كده خلصت الرخامة وخلصت السيراميك من ورا وخلصت الحوض. وكمان ده غسلته، اللي هو بتحط عليه الحامل بتاع البهارات. غسلته وسايباه كده يتصفى هو والتعليقات. هبتدي بقى اجيب الليد. بصوا بقى الليد البدايه بتاعته هعمله الامير، لان هو من جوه ضيق جدا، المسافه بين الدولاب والماسوره ضيقه، يعني معرفتش ادق بالشاكوش. فهبتدي كده الزقها كويس، وبعدين في الفواصل بقى بدات احط المسمار، اللي هو المسمار ده ليه اسم بس انا مش فاكراه يعني، بس بقيت ادق كده في الفواصل بالشاكوش. وعايزه اقول لكم اتضايقت جدا وانا بدق يعني. يعني المسافه ضيقه مش عارفه ادق خالص بالشاكوش. فهبتدي احطه كده واثبته واخلص ايه شريط الليد، احطه بالطريقه دي في على كل طول الماسوره. وزي ما انتم شايفين كده بحاول ادق على قد ما بقدر. ولو كان في شاكوش اصغر كان ممكن، بس عشان الشاكوش ده كبير شويه. خلاص كده بقيت الليد لفيته على الماسوره. وبعدين هحط بقى الفيشه واوريكم شكلها عامل ازاي. والله شكلها جميل، ودت يعني حلو، نور حلو كده للمطبخ، خصوصا بقى احنا داخلين على رمضان. كل سنه وانتم طيبين، هيبقى يعني شكله حلو جدا في رمضان. وابتدي بقى اعلق التعليقه دي واحط عليها الحاجه اللي هي كانت محطوطه. خلاص كده رجعت كل حاجة مكانها، وهشيل بقى المنظر الصابون ده مش لايق جدا مع التوضيبات اللي انا عاملاها. زي ما انتم شايفين كده حاجة تفتح النفس. بجد شكله عجبني جدا. ولو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب من الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو، وتفعلوا جرس التنبيه عشان كل فيديوهاتنا توصل لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفي افكار كده تاخدوها منه، ويكون الاكل اللي انا عملته عجبكم. ولو حتى يعني حاجة بسيطة منه. هسيبكم بقى كده تتفرجوا على منظر الليد، وتقولي رأيكم ايه في التعليقات. شكرا ليكم، سلام عليكم، باي باي.